ما راحش كامل تفيقوا كيفاش حيت خلاص هذه التحليه مزيج بين البيستاش والسيترون، واحد البنه سهله. السلام عليكم، للسهرات الرمضانيه درت لكم هذه التحليه الخفيفه الظريفه مزيج بين السيترون وزيد البيستاش، واحد البنه سهله مهله وبنتها كالعاده لهبات الدنيا. الحاجه الاولى اللي نديروها نخدموا لا كريم وسيترون تاعنا في ريسيبيون. درت 3 حبات تاع البيض مع نص كاس تاع السكر، كاس عصير الليمون الطبيعي، مغرف كبيره تاع المايزينا، ونخلطوا كلش شويه تاع لا فاني ليكيد ونحطها في كاسرونه مع التحريك المستمر. نحطها ديريكتومون فوق النار حتى وين تعقد لي. بعدها من الافضل تجو تصفوها، ديروا لها ملعقه صغيره تاع الزبده، خلطوها مليح وغلفوها اون كونتاكت ونحطوها تبرد في الفريجيدر. نروحوا للكريمه الثانيه اللي بزاف سهله. انا اليوم راح نستخدم لا كريم ليكيد من عند الا، هذه اللي تجي فيها 30% ماده دسمه الخاصه بالحلويات، حتعطينا نتيجه هايله. في ريسيبيون درت 3 بايط تاع فروماج ريجيم، كانوا انا عندي بزاف باردين، خبطتهم مليح هكذاك بالبيتخان. بعدها رحت جبت كيس تاع لا كريم ليكيد هذه من عند الا 30% ماده دسمه، ضفتها لهذاك الفروماج ريجيم، زدت عليهم 3 مغارف كبار تاع بودره الشونتيي ومغرف كبيره من هذيك كريمه الليمون اللي كنا خليناها تبرد. هنا نجي نطلعهم مليح، هذيك الكريمه كش تجي نعمرها في اون بوش، وجدت كامل لي كريم تاعي. نروح نجيب بسكوي مرحي اللي كنت ضفت له شويه تاع المارغرين. هنايا كيما كنتوا تشوفوا هادو هما اللي فيغي راح نقدم فيهم. ندير طبقه تاع الكريمه، طبقه تاع كريمه الليمون لازم تكون مليحه، ونزيد ندير طبقه تاع البسكوي ثاني ديروها شويه خشينه، طبقه تاع البسكوي، طبقه تاع الكريمه، ودرت في الاخر طبقه تاع لا كريم بيستاش. وهذاك البيستاش مع السيترون راح يجي بنه بزاف هايله. بالنسبه للكريمه اللي قعدت لي هذيك البيضه، نروح نديرها في اون بوش ونجي ندير بها دي غوزاز بهذه الطريقه. خلوهم يبردوا مليح وتقدموهم وبصحتكم.